لانه ممكن يسبب تشوهات في الجنين. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. السبتون. بس في الاول يا ام عزيز لازم نتفق على حاجه، حاله الولد مش هينفع تتعالج بمجرد كريمات وسيرامات، احنا محتاجين علاج من جوه الجسم، حاجه تقفل حنفيه الدهون اللي مفتوحه في وشه واللي مسببه الحبوب دي، وطبعا مفيش غير الايزوتريتينوين هو اللي بيعمل كده. بس قبل ما نبدا فيه لازم اوضح لكم حاجات مهمه جدا. الايزوتريتينوين علاج قوي جدا وبيشتغل وبيجيب نتائج ممتازه، بس لازم نستخدمه تحت اشراف طبيب، لانه له اعراض جانبيه معروفه وممكن تحصل لاي حد وده طبيعي. يعني ما ينفعش تاخديه لوحدك من غير اشراف دكتور، خصوصا لو كنت حامل او ناويه تحملي او على وش جواز، لانه ممكن يسبب تشوهات في الجنين. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. السبتون. كتبت لهم الايزوتريتينوين وكتبت لهم كمان كريم مرطب كويس وواقي شمس مناسب عشان يستمر عليه. بجانب كده لازم بناخد مرطب للشفايف، لان من ضمن الاعراض اللي معروفه ان هو بيعمل جفاف في الشفايف. وكمان اخدنا قطره للعين، لان بعض الحالات ممكن يحصل لها جفاف في العين. وعلى العموم يعني لو لسه ما شفتش الفيديو اللي انا عملته عن الايزوتريتينوين واتكلمت عن كل مشاكله بالتفصيل، اتفرج عليه من هنا اهو.